السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا، وناس كتيرة جدا في أخطاء بيقعوا فيها. زي مثلا العجينة بتاعت البيتزا بتبقى ناشفة. العجينة بتاعت البيتزا ما بتبقاش هشة ولا طرية. العجينة بتاعت البيتزا بتبقى فيها أخطاء كتيرة جدا. بس أنا من خلال وصفتي الوصفة دي هديها لك سهلة وبسيطة جدا، والمكونات بتاعتها سهلة جدا، وتقدري ان انت تعمليها في بيتك بأقل تكلفة. انا معايا 3 كوبايات من الدقيق، هحط عليهم معلقه من السكر، معلقه من الخميره، كمان نص معلقه من البيكنج باودر، وذره من الملح. وهقلب المكونات بتاعتي كلها، المكونات الجافه. وبعد كده هنزل بمعلقه من الخل. الخل مع البيكنج باودر بيدوا هشاشه للعجينه، وبتديها طراوه حلوه جدا وسهله جدا. وكمان احط عليها نص كوبايه من الحليب. لو عندك تمام، ما عندكيش ممكن تقدري ان انت تستخدمي معلقتين من اللبن البودر. لو مفيش خالص عادي، مفيش اي مشكله. لو عايزه تنكهي العجينه بتاعتك اكتر من كده، تقدري ان انت تحطي معلقه من الزعتر. معلقه الزعتر حلوه جدا وبتديها طعم برضو حلو. هدفي بقى شويه ميه، وبعد كده هبتدي ان انا اعجن العجينه بتاعتي بالميه الدافيه. وهقلب العجينة بتاعتي لحد ما عجينها تمام. وبعد كده هدخلها الفرن بتاعي يكون دافي. اسخن الفرن وادفيه، وبعد كده اطفي عليه. وبعد كده ادخل العجينة بتاعتي لحد ما تخمر، وبعد كده ابدا اشتغل فيها. نعمل بقى الحشوة بتاعتنا. الحشوة دي بتاعتك انت بقى، تقدري ان انت تعمليها ببسطرمة، تقدري تعمليها بسلامي، تقدري تعمليها بسوسيس، سجق، اي حاجة اللي انت عايزاها دي بتاعتك انت. انا جبت صدر من الفرخة، وبعد كده ابتديت ان انا اقطعه مكعبات واشوحها كده على النار، وانزل ببصلة كمان اشوحها عليها كرملها، وبعد كده بالفلفل الالوان. انا كده خلصت الوصفة بتاعتي مع شوية ملح وفلفل اسود، وخلاص على كده. جبت كمان الصلصة بقى بتاعت البيتزا. دي صلصة دي اساسية بتاعتها. جبت معلقة من الزيت، حطيتها في طاسة على النار، وحطيت فص واحد من الثوم. وكمان هحط الصلصة بتاعتي، معلقة من الصلصة وعليها نص كوباية من المية، مع معلقة من السكر والتوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود بس، وكمان معلقة من الخل. طبعا العجينة بتاعتي هنا كانت ابتدت ان هي تخمر، نزلتها في الصينية بتاعتي وفردتها وعملت لها حواف كده من الجناب. وبعد كده نزلت بالمعلقتين من الصلصة اللي انا عملتها عجينة البيتزا. يبقى انا كده معايا عجينة البيتزا والصلصة بتاعت البيتزا، دول اساسيين. الحشوة دي بقى بتاعتك انتي، تقدري ان انتي تعمليها باي حاجة. تمام كده. وكمان هنزل بشرايح من الزيتون، وكمان هحط جبنة من الجبنة الموتزاريلا، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. الفرن معايا فوق سخن فوق وتحت، مش هتاخد معايا أقل من 10 دقايق بالظبط. وهتكون خارجة بالمنظر اللي انت شايفاه ده، هشة فلافلي، طعمها خطير، جميلة جدا، أحسن بكتير من اللي بيجيبيها من المحلات، وطرية. وتقدري ان انت يعني لو عايزة تعملي عزومة بيتزا، هتقدري ان انت تعمليها بأقل تكلفة، وسهلة وبسيطة جدا، وبألف هنا وشفا. مش هتاخد معاكي ولا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة، وهتطلع معاكي عجينة ناجحة. وكمان الوصفة بتاعتك هتكون ناجحة 100%. مش هتبقى مثلا 90%، لا، هتبقى عجينة ناجحة 100%، وبألف هنا وشفا. تنسيش يا قمر، لو أول مرة تشوفيني تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. معاكي أم يوسف من قناة أكلة وتكة. باي باي.